يا الدفع يا هتتمنع من السفر، تختار ايه؟ خلاص، من النهاردة القرار اتطبق على المصريين والوافدين، ومش هتعرف تنزل مصر إلا لما تسدد فواتير المية والكهرباء المتأخرين عليك. وما طلعش مجرد قرار زي ما اعتقد البعض، وهو اتنفذ اهو. هتحاول مهما تحاول علشان تنزل المرة دي بس، ولما ترجع تسدد الفواتير يبقى كان غيرك أشطر. ده مش هيحصل في الكويت. في الكويت لما يتصدر قرار وتطبقه مفيش حد بيفلت منه، وانت مغترب وعارف ولا ايه؟ فيا ترى هل كل المصريين والوافدين هيطبق عليهم القرار ده؟ ولو كنت قررت تسافر وما كانش معاك المبلغ اللي تسدده، هل في الحالة دي تتمنع من السفر ولا هيكون لك فرصة تانية؟ ولو نويت تدفع بخطوات بسيطة، أنا هقولك تعمل إيه. تفاصيل كتير هتعرفها معايا في الفيديو ده. المصريين والوافدين مش ملاحقين على قرارات الكويت، كل يوم والتاني قرار البعض شايف إنه بينغص عليهم حياتهم، لكن أكيد دي كلها في صالح الجميع، سواء أنت كمغترب أو للدولة نفسها. الساعات اللي فاتت أصدرت وزارة الداخلية القرار بتفعيل تنفيذ القرار اللي تم إصداره الفترة اللي فاتت، إن لازم علشان تسافر من الكويت تدفع كل فواتير المية والكهرباء المتأخرين عليه. طبعا البعض ما كانش متخيل إنه هيتم تنفيذ القرار وتطبيقه بالسرعة دي، ولكن ده اللي حصل فعلا. الساعات اللي فاتت أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إن ميعاد تنفيذ قرار تحصيل المديونات المستحقة على الأجانب لوزارة الكهرباء والمية والطاقة المتجددة قبل مغادرة الكويت من 1 سبتمبر، يعني اتطبق خلاص. ولو سافرت الساعات اللي فاتت فأكيد تكون دفعت الفواتير بتاعتك، ولو هتسافر بعد كده الفترة الجاية لازم تبقى عارف إنك لو ما دفعتش الفواتير بتاعة الكهرباء هترجع من المطار ومش هتسافر، وده حسب ما نشره موقع صدى البلد. وبحسب البيان الصادر عن الداخلية الكويتية، فالقرار ده بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة الداخلية، وده لتحصيل المديونات المستحقة على الأجانب قبل مغادرة البلاد. طيب إزاي القرار ده تم تطبيقه؟ حصل الفترة اللي فاتت اجتماعات في حكومة الكويت، وده البحث آلية الربط الإلكتروني بين وزارات الداخلية والعدل والمواصلات علشان يرفعوا كفاءة تحصيل مستحقات الوزارات والإدارات الحكومية، وكمان الحفاظ عليها من الضياع. فعلا وزارة الكهرباء بدأت إجراء اختبارات لربط نظام تحصيل الفواتير الخاصة بيها، وده مع نظام وزارة الداخلية علشان تتأكد من سلامة آلية الربط الإلكتروني قبل تفعيل النظام بشكل رسمي. طيب لو كنت حجزت تذكرة الطيران خلاص من قبل تفعيل القرار ومش عامل حسابك في كل المبلغ اللي أكيد هيكون كبير ومش هتعرف تدفعه مرة واحدة، هل هينفع تنزل مصر ولا هترجع من المطار؟ ما تقلقش، الكويت ممكن تديلك فرصة. أيوة، وحسب ما نشره موقع فيتو مش هتقدر تدفع المبلغ دفعة واحدة، فالوزارة لقت حل يسهل عليك، وهتسوي الوضع ده عن طريق إلزام الوافد بالحصول على كفالة من مواطن كويتي، بس بشرط إنه يسدد جزء من المبلغ اللي عليه ويتعهد بتقسيط الباقي. المواطن الكفيل هو اللي هيكون ملزم بالتسديد لو انت رحت وما رجعتش، فهل ممكن تلاقي حد يعمل معاك كده؟ أما بقى لو المبلغ بسيط فلازم تدفعه قبل السفر، مفيش حل تاني، وفي الحالتين هتدفع يعني هتدفع. طيب الدفع ازاي؟ بص يا سيدي، عمليات الدفع الإلكتروني بتبقى على تطبيق وزارة الكهرباء والماء، أو تطبيق سهل، أو مراجعة المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية والمطار الكويتي الدولي. حذرت وزارة الداخلية من ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفتها، وإلا هيكون في إجراءات تانية ضد المخالفين. كل اللي هتعمله لو هتدفع إلكتروني، هتدخل على موقع لوزارة الكهرباء والماء، تختار خدمة الدفع السريع وتكتب المعلومات المطلوبة وتسجل الدخول، ومنها على تبويب الفواتير وتحديد فاتورة الكهرباء المطلوبة للدفع، وفي الآخر تحدد الطريقة المناسبة للتسديد، وبكده يكون تم الدفع الإلكتروني.